يقول له يا رب انا مش هخليك ترحم حد النهارده، يا رب ما ترحمش حد النهارده. هناك بالله عليك، يمكن في هناك وانا ما شفتوش. والله انا رحت هناك ما لقيتش لا اله، ولا لقيت شيخ طالع لي بيقول لي ايوه شبيك لبيك عبدك بني، ما لقيتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو انت مسلم هتكمل مع الفيديو للاخر. يعني ايه؟ يعني لو انت مسلم حق مش مسلم مقلد اعمى، هتكمل مع الفيديو للاخر. بمعنى، كنت بكلم واحد صاحبي فبيعمل فعل مش من الدين، فبقول له يا اخي الحبيب ده مش من الدين ولا يتصل بالدين باي شيء. راح قال لي بس ابوي وامي كانوا بيعملوا كده. ابوك وامك؟ انا ماله مال ابوك وامك؟ يعني ايه ابوك وامك؟ يمكن ابوك وامك معاهم افكار من الجاهليه، انا مالي ومالها؟ النبي ولا ابوك وامك؟ ابوك وامك. لا النبي. يعني ايه؟ يعني ابوك وامك كان عندهم افكار يعني مش من الدين بشيء ولا متصله بالدين. يا اخي يا اخي لحد الان ممكن تلاقي ابوك وامك دول بيقول لك لو انت اتجوزت وما عندكش ولد ولا لسه ما خلفتش لك سنه ولا حاجه، يبقى البنت تروح بيها المقابر تخطيها. تخط ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مين هناك يرزقني الولد؟ مين هناك يقول له يا رب؟ هل في هناك رب بتقول له بيروح عنده يقول له يا رب ارزقنا الولد؟ ولا يا شيخ مش عارف الفلان ولا العلاني يديني الولد؟ والله لا الشيخ الفلاني هيديك الولد، ولا الشيخ العلاني، ولا في كلام من ده خالص، ولا ده من الدين خالص اصلا. ده افكار عبيطه، افكار مشوشه، افكار يعني مش متصله بالدين خالص. يا اخي طب بص للنبي صلى الله عليه وسلم، ماله النبي؟ ربنا بيقول له واذا سالك عبادي عني فاني قريب، فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. يعني مش بعيد، لا قريب. فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. يعني ايه؟ يعني عايز الولد ادعي ربنا يا اخي، ما تروحش المقابر وتدعي. اشمعنى عند المقابر بتروح تدعي هناك؟ يا اخي ده عند في بيتك هنا، وقوم الليل يا اخي وادعي يا اخي، وقول يا رب عايز الولد، يا رب انا لسه ما خلفتش. النبي موسى عليه السلام ربنا قال له قول لقومك في القران كده، بيقول سيدنا موسى لقومه وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. بعد ما نستغفر ايه اللي هيحصل يا رب؟ يعني انا استغفرت ربنا دلوقتي، انا ما عنديش ولد، ما خلفتش، ما اتجوزتش انا لحد الان، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. بعد ما استغفر ربنا يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم باموال وبنين. يمددكم بايه؟ باموال وبنين. يا اخي رجعها تاني النبي، اسمع دي تاني. باموال وبنين، باموال وبنين تاني، باموال وبنين. يعني هيدينا المال وهيدينا الولد لما نعمل ايه؟ لما نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما نروحش البتاع اللي اسمها المقابر دي، ما نروحش عند المقابر وندعي. لا يا اخي، صلى ركعتين لله، قيم الليل وادعي، تأخذ ما تشاء، اللي انت عايزه هيجي لك. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سيدنا زكريا، سيدنا زكريا كان عنده ولد؟ ما كانش عنده ولد. عمل ايه؟ هنالك دعا زكريا ربه. عمل ايه؟ دعا زكريا ربه. راح دعا ربنا. هل راح عند المقابر ودعا ربنا ووقف وعمل؟ لا، دعا ربنا فربنا استجاب له واداله ولد. يا اخي في افكار ما ينفعش كل حاجه بيعملها ابوك وامك تقول اصل ابويا وامي بيعملوها. يا اخي ابوك وامك ممكن يكون معاهم افكار من الجاهليه حقيقه، والله ممكن يكون معاهم افكار غبيه. ما تعرفش ايه الافكار دي جيبوها منين، فاهمني؟ هيقول لك ابويا وامي. ايه ده بتعمل كده ليه يا ابني؟ اصل ابويا وامي كانوا بيعملوا كذا. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نتبع مين يا عمي؟ نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله وعايزين تمشوا على الصراط المستقيم، هنتبع مين؟ هنتبع النبي، مش هنتبع الشخص الفلاني ولا الشخص العلاني. مش هتبع ابويا وامي. ابويا وامي مسلمين ايوه على راسي ومية مية، وبدعي لهم بالدعاء الصالح اللي هم ربنا يصلح حالهم جميعا ويخشوا الجنه جميعا ابائنا كلهم. تمام؟ لكن في افكار ما ينفعش تاخدها. انت كده مقلد اعمى، وربنا ما قالكش تكون مقلد اعمى يا اخي. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تفكر يا اخي في الكون يا اخي. يعني تفكر، ربنا قال لك تفكر يا اخي وشوف ايه اتخلق ده ليه. ما قالكش قلد واعمل كده زي اللي يعني والعياذ بالله ناس البهائم. يعني البهائم دي بتاخدها انت من الغيط للبيت ومن البيت للغيط. ما سالكش في مره وقال لك هتوكلنا ايه؟ بياكلوا بيشربوا خلاص تمام. لكن انت ربنا سبحانه وتعالى اداك عقل. والله انا قالوا لي انا اتجوزت وادي لي شهر ولا شهرين ما اتجوزتش ما خلفتش، فقال لي روح المقابر او خطي مش عارف مرضك او اعمل كذا وكذا. يا اخي إيه انت فين؟ امتنع يا اخي. انت شاب عاقل يا اخي، عندك عقل. يمكن هم ما كانوش بيفكروا يا اخي. فكر انت، تروح تعمل ايه انت هناك؟ هل هناك في اله تاني غير ربنا سبحانه وتعالى هتقول له يا رب اديني هناك؟ هل في اله هناك بالله عليك؟ يمكن في هناك وانا ما شفتوش. والله انا رحت هناك ما لقيتش لا اله، ولا لقيت شيخ طالع لي بيقول لي ايوه شبيك لبيك عبدك بني، ما لقيتش الكلام ده كله. لكن شفت حاجات غبيه، شفت حته حجر كده حاطينه وحته عروسه ومش عارف ايه الاصنام اللي النبي صلى الله عليه وسلم جه عشان يهدم الاصنام، لقيتهم حاطينهم وبيخطوا عليهم رايح جاي. هو ده الاله اللي هيديك الولد؟ هو ده اللي هيخلي مرتك تجيب لك ولد؟
انتوا ايه؟ هل ده والله 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 ده حقيقة اللي بشوفه. والله انا عارف التفاصيل اللي بيحصل هناك كله. اقول لك بيحصل ايه. في هناك حاجه زي عروسه كده، زي حجر بيحطها لك، او يجيبوا لك حنش ويحطوا لك كده وخلي مراتك تخطى. انت متخيل؟ النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. انت متخيل النبي يجيبوا لك عروسه ويحطها لك وتخطى عليها مراتك، او يجيبوا لك حنش، او يجيبوا لك مش عارف عيل صغير ميت، او مش عارف ايه. بالله عليك بالله عليك الفعل ده من الدين؟ انت رد على نفسك الوقت. بس كمل معايا الفيديو عشان تعرف في الاخر. رد على نفسك، هل ده من الدين؟ لو انت راجل عاقل مش هتعمل كده. ابويا وامي بيعملوا كده، ماليش دعوه بابويا وامي. ازاي يا عمي؟ ايوه يا عم ماليش دعوه بابويا وامي. افرض كان ابوك وامك مشركين بالله والعياذ بالله، ما كانوش مسلمين، وانت طلعت وجيت ابوك وامك مش مسلمين، هتفضل ماشي على معاهم كده وتقول انا زي ابويا وامي، ولا هتستسلم وتقول لا اله الا الله؟ اكيد هتقول لا اله الا الله. ما فيش عاقل هيفضل ماشي وراهم، هيودوك النار. يعني تمشي وراهم ازاي؟ فبلاش يا بالله عليكم، بلاش الافكار اللي احنا بنشوفها دي كل يوم. بلاش حاجه بسيطه يا اخي من الامثال اللي بنشوفها قدام عينينا كل يوم. ممكن واحده مثلا تقول لك، او واحد كبير مثلا، لا او شاب صغير برضه، لا بيرحم ولا يخلي رحمه ربنا تنزل. لا بيرحم ولا بيخلي رحمه ربنا تنزل. طب هو مين عشان يمنع رحمه ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي بيتعالى على ربنا سبحانه وتعالى ويقول له يا رب انا مش هخليك ترحم حد النهارده، يا رب ما ترحمش حد النهارده؟ ده مين ده؟ مين اللي بيعمل كده؟ ده لفظة شرك يا جماعة، والله والله العظيم لفظة شرك. اللي انت تقول ما بيخليش رحمة ربنا تنزل، ليه؟ هو إله؟ إله مع الله؟ ما فيش إله مع ربنا سبحانه وتعالى يا أخي. إزاي تقول الكلمة دي؟ ثانيا حاجة كمان يا أخي، يقول لك اسم النبي حفظه صين وحفظه ولا حاجة زي كده. يا أخي الحافظ ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللي سخر لك ملائكة يحفظوك يا أخي. مالك كده؟ يعني ركز شوية. حاجة كمان يا أخي، يعني أمثال ما أنزل الله من سلطان، عيشة تقصر العمر. دي مثل انت بيتقال، عيشه تقصر العمر. طب هو العمر بيقصر بالعيشه ولا بامر ربنا سبحانه وتعالى؟ ليك اجل، لكل امه اجل، ليك اجل. عمر ما حد يقصر عمرك يا اخي. فبلاش يعني كل حاجه نقول ابونا وامنا ابونا، ما نتمسكش في الحته دي قوي، ما نبقاش معلش مع احترامي ليك يعني آه، عالم مش فاهم مش بيفهم، يعني ما نكونش غبي للدرجه دي. اي حاجه تيجي ناخدها كده ونتلقاها على قلبنا، فاهمني؟ وخلاص. لا، فك. الفعل ده ينفع يتعمل؟ هل الفعل ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى ويرضي النبي صلى الله على وسلم ولا لا؟ هل الفعل ده النبي عمله؟ هل الفعل ده الصحابي عمله؟ هل الفعل ده فعلا في حد عمله قبليه من الصالحين، ولا لكل اللي جم ورانا كانوا بيعملوا كده؟ وخد بالك يعني المشركين كانوا بيقولوا كده. ليه انتوا بتعملوا كده؟ ليه بتعبدوا الاصنام؟ وجدنا عليها اباءنا اولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا اولو كان اباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ربنا قال لك ممكن يكون اهلهم دول ما يفهموش اي حاجه، مش عاقلين، وهم ماشيين وراهم برضه صم بكم عمي. بلاش الحته دي بالله عليكم، بلاش الحته دي. ويعني بلاش الحياه اللي بنشوفها بعينينا كل يوم. بلاش يبقى شاب عنده 22 سنه، يعني من الرجال اللي فاهمه، الناس اللي خلاص عدى ومعاك هو التليفون وبتعرف تسمع الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، بتعرف تخش على الفيديو الفلاني وبتعرف تجيب المقطع الفلاني وبتعرف تعمل وتعمل. بلاش ما تجيش عند الحته دي بقى وتمشي اعمى، زي ما بتبحث عن اغنيه وبتبحث عن مهرجان وبتبحث عن مش عارف على ايه وعلى ايه وعلى ايه. ابحث بقى، هل الفعل ده صح ولا لا؟ اسمع، روح يا اخي المسجد واسال يا اخي الشيخ، قول له يا عم الشيخ لقيت ابويا النهارده انا ما خلفتش وبتاع، فقال له خد مرتك وروح المقابر. شوف الشيخ هيقول لك ايه يا اخي، وتعال بالله عليك يا اخي. لو عايز فيديو من ده تاني، او عايز حاجه تكون انت اللي مستغربها شويه، اكتب في التعليقات تحت كده وشوف انت عايز ايه، وان شاء الله هينزل لك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.